الاخوان سلام الله عليكم. هذا واحد الميساج للمدمنين اللي غارقين في الادمان. صراحه بغيت نسولك وبغيتك تجاوبني وتصارحني بالجواب ديالك، واخا تجاوب غير راسك. واش انت راضي على راسك دابا في هذه اللحظه اللي انت كتسمع فيها الفيديو وانت مدمن وغارق في الادمان؟ واش انت عاجبك راسك هكا؟ شنو كدير دابا؟ شنو غتكون دير دابا في هذه الوقيته هذه اللي كتسمع فيها الفيديو؟ شوف، تصارح مع نفسك وريح مع راسك وشوف شنو هو الانجاز اللي درتو في حياتك نتايا، ولا شوف الادمان فين وصلك، ولا شوف شي حاجه وصلك ليها الادمان. شوف الناس، شوف الناس كدير، كلها كيدير الهوايه ديالو، كلها كيدير الرياضه ديالو. كاين اللي كيجري، كاين اللي كيلعب تينيس، كاين ها هو واحد كيدير بسكليته. الناس طالعه نازله عايشه حياتها، كتحقق في الاهداف وكتبني في راسها. انا بغيتك تجاوبني بصراحه، شنو درت انت كمدمن؟ شنو عطيت لهاد الحياه؟ شنو هو الدور ديالك في هاد الحياه هذا؟ والو الصراحه، بالعكس. المخاسر في المخاسر الدراري، فهمت؟ راه الادمان راه ما عندوش النهايه الدراري. راه شحال ما غرقت في هذا الادمان، شحال ما غادي تزيد تغرق في المشاكل. صراحه راه غادي تخسر كل شيء غادي تخسر. اي حاجه راك فيها دابا اللي راك فيها وكتقول انا راني مزيان وشويه، غادي يضيعها لك الادمان. انا راه نهار ضربتني الفيقه الدراري راه ما لقيت حتى شي حاجه. تخيلوا معايا، من جميع النواحي، لا من الخدمه، لا من القرايه، لا من الثقافه، لا من الصحاب، لا من العائله، لا فهمت حتى شي حاجه ما لقيتها. وحتى من الدراري غادي نبقاو في هذا الادمان. حاول تصارح مع نفسك وحاول دير داكشي اللي خاصو يدار، ما تكونش تسمع غير بودنيك، فهمت؟ الا سمعت شي نصيحه الدراري طبقوها، فهمت؟ الادمان هذا راه اخطر مما تتوقع. راه انتكاسه وحده، راه عرفت، راه كتدمر لك حياتك. عرف شنو هو كتدمر لك حياتك؟ داكشي ما يستاهلش الدراري. الحياه تعافي تستاهل الصراحه، وغادي دير بزاف ديال الحوايج، وغادي تعوض بزاف ديال الحوايج غادي تقادو في حياتك. ولكن المشكل هو التعافي. انا بغيتك ما تركز على والو، فهمت؟ خصوصا في الفتره ديال التعافي الاولى ما تركز على والو. بغيتك تركز على التعافي نهار بنهار، دقيقه بدقيقه. ونهار غادي تعافى راه كل شيء غادي يتقاد، حياتك غادي تتقاد من جميع النواحي. راسها بلا ما يطلب منك انك انت دير شي حاجه. سهل عليك تخدم، سهل عليك تجمع فلوس، سهل عليك تزوج، سهل عليك تقرا، سهل عليك تطور من راسك. تعافى الدراري هو الاول، هو اللي خاصو يكون من الاولويات، فهمت؟ حيت الا درت شي حاجه من الاولويات، تبعت الماديات ولا تبعت حاجه اخرى، راه ما غادي دير والو. غادي تبقى تخسر وكل شيء غادي تخسرو مع الوقت. اللهم ركز على التعافي، تعافى وداك الشيء ان شاء الله غادي يجي الراسو، ولا غادي تخدم عليه. وسهل انك تخدم عليه، وسهل انك دير، وانا عارف سهل. تحياتي لكم الدراري. هذا غير واحد الفيديو للتوعيه بالنسبه للدراري اللي راهم غارقين. حاولوا تطبقوا الدراري، فهمت؟ راه الحياه نتاع التعافي راه افضل بمليار مره على ديك الحياه اللي راك عايشها دابا، فهمت؟ افضل بمليار مره صاحبي. راه انت كمدمن راك ما راكش عايش. تخيل معايا محبوس في البيت، ما كدير والو، ما ترشق لك دير حتى شي حاجه. وحتى الا خرجت لشي بلاصه ما كتخرج مكتئب مريض، ما باغي غير ترجع للدار عيان سخفان، الجسم ديالك كامل كيوجعك، راسك كيوجعك، عندك ضبابيه الدماغ، كتنسى. المهم ماشي حياه الدراري، ما تستاهلش. والحياه التعافي تستاهل انك تخدم عليها، وتستاهل انك تحوفر عليها، وتستاهل انك تقاتل عليها، حيت هذيك هي الحياه الحقيقيه. بيس لكم الدراري، نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام. ما تنساوناش بالدعاء الدراري. السلام عليكم ورحمه الله.